ليه ثقتنا بنفسنا ساعات بتتهز. حلقتنا النهاردة هتكون مختلفة لأنها هتكون للبنات، فلو انتي بنت بتسمعي الفيديو علي الصوت، هاتي مشروبك المفضل وركزي معايا. عمرك دخلتي مكان وبصيتي حواليكي وفجأة حسيتي ان كل البنات احلى منك؟ او شفتي واحدة وبدأتي تقارني نفسك بيها، لبسها، شكلها، شخصيتها، او حتى حياتها، ومن غير ما تحسي بقيتي شايفة كل حاجة حلوة فيها وكل حاجة ناقصة فيكي؟ ليه بنعمل كده؟ لان ثقتنا بنفسنا ساعات بتبقى متعلقة بحاجة بره، زي رأي الناس او شكلنا او نجاحنا او حتى مقارنة نفسنا بغيرنا. لكن الثقة الحقيقية مش انك تبصي لنفسك وتقولي انا احسن من غيري، لا، الثقة انك تقولي انا كويسة حتى لو في حد احسن مني في حاجة. لان وجود واحدة اجمل منك او انجح منك او عندها حاجة نفسك فيها مش معناه ان ده بينقص منك حاجة، انتي مش في مسابقة معاها اصلا. وعشان كده بدل ما تفضلي طول الوقت بتبصي اللي سبقك، ابدأي بصي لنفسك. ايه الحاجة اللي نفسك توصلي لها؟ ايه الهدف اللي نفسك تحققيه؟ وايه الخطوة الصغيرة اللي تقدري تعمليها النهاردة عشان تقربي من حلمك؟ لان طول ما عينك على حياة غيرك هتفضلي حاسة انك متأخرة، لكن اول ما يبقى تركيزك على طريقك انتي هتبدأي تشوفي انك فعلا بتتقدمي. احنا اوقات بنحط نفسنا في سباق محدش طلب مننا ندخله، يعني مثلا واحدة اتخطبت، واحدة سافرت، واحدة نجحت، واحدة شكلها عاجبها، واحدة وصلت لحاجة انتي لسه بتحاولي توصلي لها، وفجأة تحسي انك متأخرة. بس السؤال هنا، متأخرة عن مين؟ كل واحدة ليها وقتها وظروفها وطريقها. انتي مش محتاجة تكسبي السباق، انتي محتاجة تعرفي انتي اصلا رايحة فين، واهتمي انك تقوي ثقتك بنفسك من جوه. اعملي حاجات تفتخري بيها، حققي اهدافك، اتعلمي حاجة جديدة، وافتكري كل مرة قدرتي تغلبي فيها على حاجة كانت صعبة عليكي. لان الثقة مش بتظهر فجأة، الثقة بتتبني كل مرة بتوعدي نفسك بحاجة وتوفي بوعدك. والاهم، ما تخليش ثقتك تتحول لغرور، لان الفرق بينهم بسيط جدا. الواثقة عارفة قيمتها، لكن المغرورة محتاجة تثبت انها اعلى من غيرها. فما تخليش يوم حلو او تعليق حلو يخليكي تحسي انك عظيمة، ويوم وحش او كلمة من حد تخليكي تحسي انك ولا حاجة. قيمتك اكبر من رأي اي حد، واكبر من شكلك في يوم معين، واكبر من مقارنة عابرة قدام المراية. واكبر دليل على ده، لو سألتك لو اختفى رأي الناس فيكي تماما، ايه الحاجة اللي هتفضلي تحبيها في نفسك؟